في 2021 كلير كانت غادية في طريقها لمدينة فينوس، وملي الحال بدا كيظلام قررت توقف في واحد الموطيل باش تبات ديك الليلة. ما كاين حتى واحد في الاستقبال، داكشي علاش كلير صونات الجرس اللي كانت حداه اللي سقى فيها 3 ديال الوجوه ضحكة. من بعد شوية بانت شيل باش تعطيها بيت. كلير سولاتها على طريق الفينوس تاون، وشيل وراتها أسرع طريق وقالت لها باللي كبرات تما. من بعد ملي كانت كلير كترتاح دق شي واحد في بابها. واحد الصوت غامض سول: واش باميلا كاينه هنا؟ كلير جاوباتو بلي راه غلط في النمره. من بعد شي ثواني نفس الشخص عاود دق في الباب وعاود نفس السؤال. كلير اللي تلفات طلات من العين السحريه، ولكن ما بان ليها والو. داكشي علاش حلات الباب باش تشوف في الكولواغ. ما كان حتى واحد تما. ايوا رجعات لداخل. ملي كانت كلير في الدوش الباب تحلات من على برا. فجأة دارت وغوتات ملي شافت بين اب جيرل. لحظات من بعد كلير فاقت وهي مربوطة في واحد الكرسي في بيت مظلم وموسخ، وما كانتش كتشوف مزيان حيت ما كانوش عندها نضاضرها، ولكن دول فيس بانت قدامها وردات ليها نضاضرها. ملي دول فيس كانت كتقيس شعر كلير وكتشوف فيها عن قرب، كلير بكات وتساءلات علاش اختاروها هي. دول فيس ببساطة قالت: حيت انتي هنا قبل ما تطعنها. كلير بقات كتلوى بعض الثواني قبل ما تموت. فلور ديال البيت سكير كرو وبين اب جيرل كانوا كيحتفلوا بقتيل اخرى بواحد القبله. في الحاضر مايا كانت كتهرب من القتالات 3 وقدرت تقتل بين اب جيرل اللي تصدمات لقاتها هي شيل. تخبات مورا واحد الشجره وبقات كتشوف سكير كرو اللي معصب وكيضرب في شي حاجه بالبالطا ديالو بزاف المرات قبل ما يحز شيل. من بعد ما مشاو القتاله في واحد الكاميون، مايا بدات كدور بوحدها في الغابه. لحظات من بعد مايا شافت الطوموبيل ديال البوليس في الطريق ودغيا تخبات. الشريف رودر داز والحمد لله ما شافهاش. من بعد ما مشات الطوموبيل مايا بقات غاديه حتى لقات واحد الكنيسه قديمه. ملي دخلات لداخل طلات في جناب وقاصت البيانو، وملي قاطعها غريغوري تصدم ملي شافها باقا حيه. ومايا كانت كتقلب على شي طريقه باش تهرب، ولكن هو كان سد عليها الطريق الوحيده للخروج. غريغوري عمر 2 كيسان بالشراب وهو كيقول لمايا تهدن حيت ما كاينينش الأقنعة هنا، مؤكدا أنه هو سكير كرو. كرس الشراب ديالو لشيل وقال لمايا دير نفس الحاجة لصاحبها اللي قتلوه الثلاثي القاتل قبل. مايا قالت بلي ما كانتش قاصدة تقتل شيل، ولكن غريغوري ما طيقهاش وجرى عليها. ايوا مايا هربات بأقصى سرعة ممكنة. في نفس الوقت رودر وصلوا اتصال عاجل من الكوميسارية وعرف بلي مايا اختفت. قام الرجال يقلبوا عليها في دار البحيرة فين كانت ساكنة مع صاحبها. في ديك اللحظة مايا خرجت من الغابة وتجمدات ملي شافت الطوموبيل. رودر ركبها معاه وسمع لقصتها على مواجهتها للقتالة. شرحت ليه باللي كتعرف فين يتخباو، ولكن غتقول ليه فقط إلا داها عند اختها. ملي مايا طلبت التليفون رودر دار راسو بحال إلا ما عندوش الريزو تما. من بعد طلبات عدة ديال الإسعافات الأولية. ايوا رودر خرج من الطوموبيل باش يجيبها من الكوفر. مايا استغلات الفرصة وركبات في بلاصة الشوفور وهربات. وهي غادية في الطريق مايا سمعت في الراديو ديال البوليس باللي البوليس لقاو جثة تخرين، وعرفات أيضا باللي كيقلبوا عليها. ايوا فهمات باللي رودر كيعاون القتالة باش يغطيو على الجرائم ديالهم. مايا كانت كتقلب في الطوموبيل على أي حاجة مفيدة، داكشي علاش ما شافتش الكاميون اللي جاي حتى فات الفوت. قدرت تفاداه، ولكن في الاخر دخلات في واحد الشجرة. في ديك اللحظة بان سكير كرو وجر مايا من الكاميون. حاولت تقاوم ولكن ما كانتش قوية كفاية. سكير كرو لاحها في اللور ديال الكاميون وربطها قبل ما يديماري الكاميون. ملي مايا طلت حواليها لقات الجثة ديال شيل حداها. على معصمها كان واشم ديال وجه ضاحك. من بعد فلاش باك كيبين باللي غريغوري هو ولد رودر. من بعد ما غريغوري قتل زميلة ديالو في القسم سميتها تامارا، القاضي بغى يصيفطو للحبس، ولكن القانون كيقول باللي الشباب خاصهم يمشيو لإعادة التأهيل والشريف عنده سجل نقي. ايوا القاضي اعلن باللي رودر غيحتفظ بحضانة ولده، وإلى غريغوري ارتكب جريمة واحدة أخرى القاضي غيصيفطو للحبس حتى يوصل 18 عام. شي سيمانات من بعد غريغوري قتل واحد الراجل بالبالطة في الغابة، وشيل كانت كتشوف من مورا واحد الشجرة. من بعد عاوناتو يغطي الجثة بوراق الشجر. في العشية رودر لقى الجثة وفهم باللي غريغوري بصح عنده مشكل، ولكن ما بغاش يخسرو. عوض داكشي عرض عليه اتفاق، رودر غيغطي على جميع جرائم القتل ديالو، ولكن غريغوري خاصو ما يقتل حتى واحد من مدينتهم غير السياح. في الحاضر سكير كرو ودول فيس داو مايا وشيل للمخبأ ديالهم. سكير كرو ودع شيل للوداع الأخير قبل ما يخدم الفرامة ديال الخشب اللي طحنات الجثة.
مايا تقارات من اللي شافت الدم خارج من الماكينة وبقات كتبكي. ديك الساعة سكيركرو ضرب مايا باليد ديال الشاقوس ديالو باش يسخفها عاوتاني. في الصباح رودر كان كيفطر في واحد الريستورا ديال البلاد ملي فجأة جات خت مايا ديبي مع راجلها هاورد والبادي كارد ديالهم. ماركس ورا لكلشي تصويره ديال مايا وقال لهم باللي صاحبها تقتل في هاد المدينة شحال هادي، اذا العائلة باغية تلقاها قبل ما يوقع ليها نفس الشيء. كلشي بقى ساكت، داكشي علاش ديبي ولات كترغبهم على اي معلومة. واحد السربايه قالت ليها باللي تلاقات بمايا ملي كانت كتاكل تما شحال هادي، ولكن كلشي حكم عليها حيت دخلات داكشي علاش ما قالت والو. من بعد ملي كانت السربايه في البوست ديالها بوحدها قربات ليها ديبي باش تقنعها تزيد تهضر. المراه شرحات ليها باللي الناس كيتقتلوا في هاد المدينه سنين، ولكن عاده ما كيوقع والو للناس ديال البلاد. قالت لديبي باللي رودر عارف كلشي اللي كيطرا هنا، اذا غادي تكون عنده المعلومه اللي محتاجين. في ذاك الوقت مايا فاقت مقهوره ولقات سكيركرو كيطبع عليها سمايلي في الجلد ديالها. الصدمه مع الحريق سخفوها عاوتاني. في الطريق برا ديال الغابه الجروب ديال ديبي كان تابع رودر اللي وصل دغيا المستودع ديال الموتى. المساعد ديال الشريف تامي وراه الجثات بثلاثه اللي لقى في دار البحيره واكد ليه باللي كلهم من الناس ديال البلاد. تامي عارف باللي غريغوري اللي دارها حيت ديما كان كيعاون رودر، ولكن القاعده ديال ما تقيش الناس ديال البلاد تهرسات، داكشي علاش بغى يعيط للبوليس الولايه. فجاه رودر جبد الشينيول الطبي وتقب راس تومي باش يقتلو. من بعد رودر دار الجثه ديال تومي في خنشه وجرها للطوموبيل ديالو، والجروب ديال ديبي مازالين كيشوفوا فيه. شي وقت من بعد فاقت مايا ودخلعات بسكيركرو اللي جبد الماسك ديال بين اب جيرل من واحد البيرو. ديك الساعه شد مايا اللي حاولت تقاوم بلا فايده. سكيركرو بزز عليها تلبس الماسك وبدا كيدوز على شعرها بلطف قبل ما يبوسها. مايا ركلات عليه وحيدات الماسك، داكشي علاش سكيركرو خرج من البيت وسد الباب. في العشيه سكيركرو ودولفيس جروا مايا للكاميون وبززوا عليها تلبس الماسك عاوتاني، باينين باغيينها تولي هي البين اب جيرل الجديده. فلاش باك واحد اخر كيبين باللي 12 عام هادي شيل وغريغوري كانوا مراهقين كيقلبوا على الضحايا الجايين ديالهم في محطات ديال البنزين. شيل كان فيها الجوع، داكشي علاش دخلت الحانوت باش تاخد شي حاجه تاكلها. واحد الدري قرب ليها دغيا وبدا كيتعنب عليها، ولكن صاحبته اللي كانت معصبه قطعت عليه الهضره. بينما الكوبل كيتضاربوا شيل رجعات عند غريغوري وعاودات ليه اش وقع. الكوبل حتى هما خرجوا مازالين كيتضاربوا. ديك الساعه غريغوري قال باللي عجبوهم. في الموتيل غريغوري وشيل جبدوا المواس ديالهم ودقوا في بيت الكوبل كيسولوا على تمارا. بما ان حتى واحد ما جاوب قرروا يهرسوا الباب باش يلقاو باللي البنت ديجا قتلات صاحبها. شيل وغريغوري تخنزروا في بعضياتهم قبل ما شيل تعطيها شي حاجه تاكلها باش تعرض عليها تدخل معاهم للجروب ديال القتاله ديالهم. في الحاضر الكاميون وقف حدا محطه البنزين والثلاثي كيتفرجوا في بزاف ديال الناس كيمشيو ويجيو. ملي دولفيس وسكيركرو شافوا اخيرا واحد الكوب اللي عجبهم تبعوهم للموتيل. دولفيس قالت لمايا دق 3 دقات، اذا مايا دارتها قبل ما دولفيس تسول على تمارا. الكوبل قالوا لهم باللي غالطين في النمره، داكشي علاش عاودوا نفس العمليه. ملي الكوبل قالوا لهم لا عاوتاني سكيركرو هرس الباب ولاح المراه للحيط قبل ما يضرب الدري، سخفهم بجوج. دقائق من بعد الكوبل تربطوا والمراه كتبكي وكترغبهم. سكيركرو شاف فيهم مزيان قبل ما يجر مايا للقدام، حيد ليها الحبال وقال ليها تقتل واحد من التوريست. مايا رفضات ورجعت اللور، داكشي علاش سكيركرو دفعها وقتل الراجل قدام صاحبته. الدري مات دغيا، ولكن سكيركرو بقى كيضرب في الجثه مرارا وتكرارا. ديك الساعه مايا استغلات الفرصه باش تاخد الموس ديال دولفيس وتعنو بالماسك. ملي دولفيس طاحت مايا بقات كتخبط راسها مع الارض باش تقتلها، هادشي خلاها مصدومه. سكيركرو عجبو الخدمه ديال مايا، قبل ما يجر مايا جهه المراه اللي كتبكي وطلب منها تقتلها حتى هي. بما ان مايا مازال رافضه تأدي مدني بريق، سكيركرو شد في يد مايا وبزز عليها تتعنى الرهينه ديالهم. من بعد هز دقن الرهينه باش يشوف في عينيها وهي كتموت بشويه. سكيركرو سول مايا واش عجبو الحال وهو كيجبد الموس، ومنظر الدم خلاها ترجع اللور. من بعد ثنائي مشى في الكاميون. في ديك اللحظه رودر عيط لغريغوري باش يقول ليه باللي عائله مايا تابعينه، اذا غادي يديهم للمنشاره. بقى كيدور حتى لقى بلاصه مزيانه باش يخبي الطوموبيل وطفى الضواو. شويه وبانت الطوموبيل ديال ديبي، ولكن ما قدروش يشوفوا طوموبيل البوليس، اذا حساب ليها رودر زاد في السرعه وقالت لماركس يكمل الطريق.
في واحد اللحظة لقاو الجروب واحد الكرافان، وفي البلاصة ماركس جاه شك حيت الطوموبيل ديال رودر ما كانتش تما. عطى لهاورد فردي قبل ما يخرجوا يقلبوا. ماركس دخل للكرافان وتأكد باللي الأمان، عاد قال لهم يدخلوا. بغاهم يسدوا الباب ويبقاو في الكرافان بينما هو يمشي يقلب على رودر. من بعد دقائق ماركس لقى المنشارة مهجورة ولاحظ صاك خاوي فيه الدم في الأرض. ملي قرب يشوف لقى بقايا ديال جثة. فجأة بان رودر في الباب وجبد عليه الفردي وفرض على ماركس يلوح سلاح ديالو. ملي ماركس ما بقاش مسلح، رودر قتلو بجوج ديال القرطاسات وسد المنشارة. في نفس الوقت سكير كرو ستاسيون الكاميون حدا الكرافان وربط مايا قبل ما يخرج. من بعيد رودر كان كيشوف داكشي كله. سكير كرو بدا كيدور حدا الكرافان كيضرب في الباب وكيخرج في الحيوط بالمنشار ديالو. فجأة هرس واحد الشرجم والكوبل طاحوا بالخلعة. كمل كيهرس الشراجم كاملين وهاورد تيرا قرطاس بزاف بلا فايدة. ديك الساعة سكيركرو رجع ركب في الكاميون وصاق بالزربة حتى ضرب الكرافان اللي طاحت على جنبه. الزاج هرس وجه هاورد بزاف وديبي قالت ليه خاصهم يهربوا، ولكن في ديك اللحظة سكيركرو دخل الكرافان. هاورد حاول يتيري فيه ولكن ما بقاش عنده القرطاس، داكشي علاش سكيركرو كمل عليه بالمنشار. من بعد دقائق مايا تصدمات ملي شافت سكيركرو خارج من الكرافان ومعاه دابي. شاف مايا في عينيها وهو كيطعن اختها، ولكن ردة الفعل الوحيدة ديال مايا كانت هي الرعدة والبكا. من بعد سكيركرو جبد الجثة ديال دولفيس وقطع القنب على يدين مايا، خليها الموس قبل ما يمشي وهو كيجر الجثة في الأرض. ملي مشى حتى رودر، مايا عاد فاقت ودخلات الجثة ديال دابي الكاميون قبل ما تزيد في طريقها ناوية ترجع لدارهم، ولكن وقفات في وسط الطريق وقررت ترجع تنتقم. من خلال البلايك ديال الطريق مايا لقات الباب ديال المخبأ في الأرض وهبطات وهي هزة فردي لقاتو في الكاميون. المخبأ كان كبير ومايا شافت بزاف ديال الحوايج كيخلعوا بحال سناسل وهي كتقلب على البلاصة الصحيحة. في الآخر لقات كرسي تحتو ضو مجهد وسمعت الصداع. كملات كتحرك باش تشوف عن قرب وشافت رودر كيشرب وكيتسنت للراديو. حتى هو شافها في البلاصة، ولكن قبل ما يدير شي حاجة مايا قتلاتو بسهولة بجوج قرطاسات. من بعد قلبات الكرسي ولقات قنب وفهمات باللي هذه هي البلاصة اللي كانوا حابسينها فيها قبل. من بعد مايا مشات في واحد الكولوار في اللور ولقات البيت الشخصي ديال غريغوري. كانوا فيه كلمات ديال الحماق منقوشين في الحياط وعشرات الشموعات محطوطين مع تصاور ديال شيل وحوايجها الشخصية وشي رسومات كيخلعوا. في ديك اللحظة دخل سكيركرو للبيت وجلس وهو كيقول لمايا باللي ما بقى فيها غير الآلام، ولكن صححت ليه وقالت ليه ما بقى فيها والو. من بعد ما قال ليها باللي هو حررها، مايا خلاتو يحيد الماسك ديالو. غريغوري حيدو قبل ما يعلق على أن مايا هي الضحية الوحيدة ديالو اللي عمرها نجات. قال لها تاني باللي شال كانت هي الضوء الوحيد في الظلام ديالو. مايا علماتو باللي جات باش تقتلو، ولكن فهمت باللي هو الحاجة الوحيدة اللي بقات ليها حيت عائلتها وصاحبها ماتوا. طيحات الفردي حيت عاوي. غريغوري قرب باش يشمها وشوية ولاو كيواسيو بعضياتهم في الوحدة ديالهم. ملي تلحى مايا طعناتو وبقات كتشوف فيه كيطيح في الأرض. غريغوري قال لها باللي ولاو بحال قبل ما تكمل عليه بالمنشار. في الصباح ميا خرجت من المخبأ وهي هازه الماسك ديال غريغوري. تأكدوا ديروا اشتراك وتفعلوا الإشعارات باش تقدروا تشوفوا فيديوهات أكثر بحال هذا. شكرا على المشاهدة.